ازاي عربية شكلها مضحك واسمها على اسم حشرة معروفة بالبطء ومصنوعة في مصانع ألمانيا النازية رمز لجيل كامل من الأمريكيين في فترة ما بعد الحرب العالمية؟ الإجابة في حلقتنا النهاردة، واللي هنتكلم فيها عن واحدة من أفضل الحملات الإعلانية المطبوعة في القرن العشرين. أنا أحمد صقر وده برنامج The Digital Talk. تخيل معايا الموقف التالي: حضرتك مسؤول عن التسويق في وكالة دعاية وإعلان مشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفجأة دخل عليك عميل أجنبي، ومش أي أجنبي، ده من بلد كانت في أذهان الجمهور معروفة بألمانيا بين قوسين النازية، اللي كانت في حرب مباشرة معاك من 15 سنة بس، وعايز يعمل حملة تسويقية لعربية صغيرة في الحجم، بطيئة وشكلها غريب. والهدف من الحملة دي هو اقتحام السوق الأمريكي المشهور بالعربيات الكبيرة والفخمة والسريعة. المهم، العميل ده لقيته بيطلب منك انك تعمل له حملة دعائية تساعده بيها انه يبيع العربيات بتاعته في بلدك اللي شعبها لازالت مشاعره سلبية تجاه كل ما هو ألماني بسبب الحرب، وخصوصا لكونك لازلت مرتبط في ذهنه بالتهديد المباشر لكل قيمك ومبادئك. أكيد لو وافقت إنك تاخد الشغلانة دي فأنت أكيد مجنون وبتراهن على الفشل الذريع. تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل. طبعا أكيد دلوقتي أنت ممكن تكون خمنت إحنا بنتكلم على أنهي عربية بالظبط. أيوه بالظبط كده، العربية البيتل من فولكسواجن، عربية صغيرة في الحجم، شكلها غريب وشبه الخنفسة. ابتدى تصنيعها في ألمانيا النازية في مصنع في مدينة ويلسبرغ سنة 1931 تحت الدعم المباشر من أدولف هتلر بهدف إنها تكون سيارة الشعب. في أواخر الخمسينات وتحديدا سنة 1959 كانت الدعاية في سوق السيارات رايحة دايما في اتجاه الترويج للتصميمات اللي بتعبر عن الفخامة والقوة والأناقة والسرعة، ببساطة لأن هي دي الاعتبارات اللي بتشد العميل المهتم بالعربيات. وكالة DDB الإعلانية قبلت التحدي ده وتقريبا عملت كل حاجة عكس أي حاجة بيعملها باقي المنافسين اللي معاهم في السوق. من الآخر كده قرروا يمشوا عكس الاتجاه السائد وقتها، ونزلوا بالحملة اللي سموها وقتها باسم Think Small أو فكر بشكل صغير. الحملة دي اتسمت بالصدق وفي نفس الوقت الجرأة الممزوجة بالمرح. تعالوا نشوف سوا بعض النماذج من المطبوعات الخاصة بالحملة دي ونعلق عليهم. 1. بنقدم لكم أبطأ عربية في أمريكا. عربيتنا سرعتها لا تتجاوز 72 ميل بالرغم إن العداد المتفائل بتاعنا آخره 90 ميل. أنت تقدر تكسر أي قواعد للسرعات المنخفضة بالعربية بتاعتنا. الموتور بتاعنا بالتأكيد مش الأسرع، ولكنه من المؤكد أكتر المواتير تقدما. نظام التبريد الهوائي للمحرك بيضمن لك إنه لا يمكن يتجمد في الساعة ولا يغلي في الحر. من الآخر المحرك بتاعنا ملوش أي علاقة بالمية. استهلاك البنزين الاقتصادي ممكن يكون سبب إنك تنسى تموت، ولو البنزين خلص منك هتلاقيها سهل تتزق. الكل أجمع إن الطول ده من المستحيل يدخل العربية، لكن في الواقع هو إنه فعلا مستحيل. إحنا فعلا حاولنا وربنا يشهد، لكن الحقيقة إن مفيش طريقة نقدر ندخل فيها بطلنا في السلة وايت تشامبرلين في الكرسي الأمامي للسواق. فلو طولك زي وايت 7.1 قدم يبقى العربية دي مش ليك، ولكن لو طولك متوسط وآخره 6.7 قدم يبقى هتقدر المساحة اللي جوه الكابينة والسقف العالي، ورجليك هتكون مرتاحة لأن الموتور ورا مش قدام. تقدر تحط شنطتين متوسطين الحجم في الكبوت الأمامي مكان الموتور اللي مش موجود، و3 أطفال صغيرين في الكنبة الخلفية. ممكن تنايم بيبي حجمه كبير ورا الكنبة الخلفية تحت الإزاز الخلفي. في جزء وحيد بس في العربية مش هتعرف تملاه وهو تانك البنزين، بس الظروف إن كل جالون بنزين هيمشيك مسافة كبيرة بتوصل ل 29 ميل. لو ركزت في كل الإعلانات اللي فاتت هتلاحظ الآتي: بمجرد ما تقع عينيك على أي إعلان منهم هيشدك العنوان المصاغ بمنتهى الدهاء لكونه يا إما بيتريق على العربية أو بيوجه لها إهانة مباشرة. وطبعا الفضول هيخليك تكمل تفاصيل الإعلان كلها للآخر على غير المعتاد في النوع ده من الدعاية. ساعتها بس
نقدر نقول الإعلان نجح تماما في مهمته. أو طبعا زي ما شفنا كده غالبية الإعلانات بتبدأ برسالة مباشرة جذابة تشد الانتباه، وهوب تلاقي نفسك منهمك في قراية كل تفاصيل الإعلان اللي زي ما لاحظنا إنه بيتميز بالصدق والصراحة، وكمان التريقة على كل عيب من وجهة النظر السائدة ساعتها، وبيقلبها لميزة تنافسية. مجموعة الإعلانات دي كلها ما سابتش تفصيلة إلا واعترفت بيها، وكمان شرحت أسباب إن غالبية النواقص والعيوب ما هي إلا مميزات لو شفناها من منظور مختلف. كل إعلان كان بيخاطب مفهوم الجمهور ومنظورهم عن العربيات المثالية، وفي نفس الوقت الإعلان بيوضح ليه العربية الفولكس فاجن مش زي المفهوم ده، وفي الآخر هتلاقي نفسك اقتنعت أصلا إن الفرق ده في الواقع هو فرق كويس وفي صالحك. خد عندك، المحرك بتاعنا مش سريع، وعلشان كده مش بيستهلك وقود كتير، وبالتالي أعطاله قليلة وصيانته رخيصة. لو ركزت في الموضوع هتلاقيه لطيف من الناحية العملية، محرك مش سريع ولكنه ذكي. خد دي كمان في أحد الرسائل اللي أنا بعتبرها عبقرية: In less than a minute you just went from wondering if it was socially acceptable to even own such a vehicle to have a cute nickname for it. في أقل من دقيقة تلاقيك دلوقتي بتفكر هل من المقبول اجتماعيا إنك في حالة اقتنائك للعربية دي ممكن تديها اسم دلع. حركة حلوة مش كده؟ هل لاحظتم معايا إن شعار العربية المتمثل في حرفين الV والW اللي هم فولكس فاجن هما اللي مستخدمين في كل الصيغات الإعلانية؟ حاجة مهمة علشان الإعلان بتاعك يكون قوي إن الصورة تكون على نفس المقدار من القوة، ولازم تسلط الضوء على الرسالة الإعلانية وتعززها. زي ما احنا شايفين مساحة براح من اللون الأبيض ونقطة سودة صغيرة طوال فترة الستينات وأوائل السبعينات، وسنة ورا سنة فولكس فاجن فضلت ملتزمة في الإبداع في كل نسخة إعلانية، وهي معتمدة على نفس الطريقة اللي ابتكرتها من أول حملة. علشان كده الحملة دي فعليا بتتصنف كواحدة من أفضل الحملات الإعلانية المطبوعة في القرن اللي فات، وهي شخصيا الأقرب إلى قلبي نظرا لعشقي للعربية دي لغاية النهاردة. السر ورا نجاح الحملة دي إن DDB صنعوا نهج جديد في التسويق قائم على الفهم العميق للطبيعة البشرية واحترام المستهلك وقوة الإبداع، وكانت دي أول حملة إعلانية تبدأ حوار حقيقي ومباشر ومفيد مع المستهلك بهدف تقديم المنفعة بدل من التركيز فقط على تضخيم مميزات وخصائص المنتج. المنهجية التسويقية والدعائية دي اتعرفت بعد كده باسم سوفت سيل أو البيع الناعم، واللي بتعتمد على البساطة والصدق في صياغة الإعلانات الجذابة والعبقرية الممزوجة بالنكتة. الطريقة دي استبدلت استخدام صيغ المبالغة في إظهار القوة والجرأة والحصرية مع التكرار في الرسائل التسويقية. المنهجية دي كانت بداية لثورة حقيقية في مفاهيم الإبداع في الدعاية والإعلان، وكانت أول حملة تحقق نفس التأثير الدعائي بميزانية محدودة قيمتها 28 مليون دولار مقارنة بعملاق زي جنرال موتورز واللي كانت ميزانيتها التسويقية تتجاوز 300 مليون دولار. الحملة الدعائية دي في النهاية نجحت في تحقيق مبيعات خيالية، إنما النجاح الحقيقي من وجهة نظري إنها قلبت معايير عالم التسويق رأساً على عقب، لأنها كانت السبب الأول والمباشر في تغيير أنماط وتقنيات الصياغات الإعلانية من الأنماط والأشكال التقليدية اللي بتقدم المنتجات في أبهى صورها إلى التركيز على نمط الحياة أو اللايف ستايل اللي بيعبر عن شخصية المستهلك أو بتعبر عن رمز للحالة. في النهاية الحملة بتاعت Think Small تأثيرها على المستهلك إن هي خلته ما يتفخرش إنه مش بتاع فشخرة. بس كده، نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.